ديالي لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هاد لا فيديو في احوال جيده. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد وجيت نشارك معكم في هاد لا فيديو. واحد الكيكه كتجي رائعه ومنعشه البنات بالخوخ. الفاكهه الموسميه دابا الخوخ ولا الشيديه موجودين البنات. استغلوا الفرصه وجربوا هاد الكيكه اكيد غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم وهكا ديروها لضيافكم في الكوتي. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكيكه غادي نحتاج جوج بيضات عفوا، ونص كاس ديال الزيت العبارة البنات الكاس بالعنبة، نص كاس البنات ديال الزيت بالعبارة الكاس العنبة، ونص كاس ديال سنيدة، ونص كاس البنات ديال الحليب، وكاس ديال الدقيق. وغادي نقول لكم البنات شحال احتاجيت ديال الدقيق. وهنا عندي واحد الخمارة من فئة 8 غرام وواحد فاني من فئة 8 غرام. غادي نبداو على بركة الله. غادي ندير شوية ديال الملحة في البول ديالي وغادي نزيد البنات البيض. بالنسبة للبنات هاد الكيكة كنضربوها فقط باليد، بغيتو ديروها في المونيميكس انا صراحة دغيا كنطلعها باليد. هنا البنات من بعد ما ضفت البيض غادي نضيف ليه واحد لافاني وغادي نخلط البنات هاد البيض ديالي مزيان وغادي نضيف المكونات الاخرين. وخليكم معايا انا هنا فقط البنات استعملت الخلاط اليدوي، بغيتو تستعملوا الخلاط الكهربائي استعملوا، ولكن صراحة دغيا البنات كنطلعها هكا باليد بالخفة البنات. دغيا كتوجد معكم هاد الكيك وكتجي منعشة البنات، غير جربوها وأكيد متنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينة. هنا البنات غادي نضيف الكاس ديال سنيدة مع التحريكة البنات المستمر كما كتشوفوا. أنا كنضيف البنات وأنا كنحرك كما كتشوفوا على هاد الشكل. راه البنات دغيا كطلع معنا هاد الكيك وكتجي واحد الكيكه اللي رائعه. غير خليكم معايا تبعوا معايا المقادير بالتدقيق البنات والطريقه وان شاء الله غادي تنجح معكم. اللي داقها عندي البنات كتعجبو ونتمنى نتوما تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. انا غادي نضيف البنات الزيت. بالنسبه للبنات راه العبار عندي انا الكاس هنا الصغير بالعبار ديال نص كاس العنبه، يعني زيت درت نص كاس ما كاملش البنات ديال الزيت. كل ما نقصتو الزيت كيكون احسن البنات. هنا البنات كنخلط كما كتشوفوا، نخلط الكل وغادي نزيد البنات نص كاس ديال الحليب. واكيد مع التحريك البنات وغادي نحرك البنات الكل عاد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نقول لكم بالضبط شحال هزت ليا البنات ديال الدقيق. هنا البنات انا عندي كاس ديال العنبه اللي حاطه حدايا، ومني غادي نزيد غادي نقول لكم البنات شحال زدت. البنات هنايا انا زدت الدقيق، زدت داك الكاس ديال العنبه كامل كما كتشوفوا مع التحريك اكيد البنات باش ما يبقاوش لنا دوك الكريات. وديجا البنات انا الدقيق مغربلاه. غادي نزيد واحد الخماره من فئه 8 غرام، غير وحده البنات باش ما تجيكمش البنات، حيت مازال غادي نديرو الطبقه الثانيه والثالثه باش ما تجيكمش البنات الكيكه طالعه بزاف. وهنا البنات غادي نزيد بالتدريج البنات الدقيق ديالي باش نشوف واش الخليط عندي هو هذاك ولا لا. بالنسبه لبنات الخليط ديال الكيك العادي يكون البنات شويه خفيف باش تجينا الكيكه خفيفه البنات، ما تقيلش البنات وما خفيفش. هنا بالنسبه لي انا احتاجيت كاس ونص ديال الدقيق بالعبار ديال العنبه البنات، وكيكون القوام ديال الكيك ديالي هو هذا. هنا البنات خديت المول ديال الزاج اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، وهنا غادي نكب الخليط ديالي في المول على هذا الشكل. من الاحسن البنات نعليو يدينا شويه الفوق ملي نكونوا كنكبوا الخليط. وانا البنات اختاريت هذا المول، نتوما يمكن لكم البنات تختاروا المول اللي عندكم، تقدروا ديروا المول اللي كيتحل ويتسد. انا الصراحه فضلت انني نديرها في هذا المول ديال الزاج. هنا البنات غادي نشعل عليها الفران، يعني الفران ديجا بارد البنات، غنشعل عليها الفران فقط من التحت حتى تحمر ليا الكيك ديالي. وهاهي الكيكه ديالي وجدات البنات من بعد ما تحمرت ليا. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب
بالعبار د العنبة البنات كما كتشوفوا، وغادي نسقي البنات هاد الكيك ديالي. بالنسبة لبنات الكيك كيحتاج أنه يتسقى مزيان البنات، يعني هاد الكاس ديال الحليب كافي غادي تشرب لينا الكيك ديالنا، وكتجينا الكيك اللي خفيفة البنات وكتجي مشربة الحليب. وخليكم معايا غادي ندوز باش نوجد الطبقة التانية. بالنسبة للبنات الطبقة التانية غادي نحتاج فيها الخوخ أو الشهيدية. دابا البنات الخوخ والشهيدية موجودين البنات، أنا كانوا عندي صراحة بجوج، شديتهم وقطعتهم مرصويات صغار على هاد الشكل، احتاجيت واحد العلبة ديال الشونتي مع كاس د الحليب د العنبة مع واحد البيرلي. غادي ندوز دابا باش غادي نطلّع الشونتي مع داك الكاس ديال الحليب فقط البنات، باش كتجينا الكريمة اللي هي عاقدة، ومنين نبغيو نقطعو الكيك ديالنا كتبان لينا الكريمة شادة في راسها البنات. غادي ندوز نطلّع إن شاء الله الشونتي وخليكم معايا. هنا البنات غادي ندوز باش غادي نوجد الطبقة الثالثة اللي غادي ندير فوق الكريمة. هنا عندي واحد 2 معالق كبار ديال سنيدة مع الفلون العادي البنات. غادي نزيد البنات واحد الكاس أو كاس ونص ديال الما، وغادي نبدا نحرك البنات مزيان باش ميبقاوش لينا دوك الكريات ديال الفلون على هاد الشكل. وغادي ندير الفلون ديالي فوق النار حتى يغلى ليا، وغادي نضيفوه على الكيك. بالنسبة لبنات الكيك راني دخلتها للمجمد تقريبا واحد 6 ديال الدقائق على ما تشد ليا في راسها، وغادي نضيف عليها الطبقة الثالثة ديالنا. هنا الفلون ديالي بدا كيغلى، غادي ندوز البنات باش غادي نضيفو على الكريمة على هاد الشكل. هنايا البنات نستعن بالصفاية باش ما يهبطوش لينا البنات دوك الكريات ديال الفلون إلا كانوا. من الأحسن باش تجينا واحد الطبقة اللي مقادة البنات ما فيهاش دوك الحبيبات ديال الفلون. وهنايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي من بعد ما وجدات. نخليوها البنات تبرد، من الأحسن نخليوها ليلة قبل. كتجي رائعة البنات، كل ما بردات كتجي غزالة. وهنا قطعت لكم واحد المورصون تشوفوا كي جات من الداخل كتجي روعة روعة، وديك الكريمة بداك الطروفة ديال الخوخ كتجي ولا أروع. هنا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم ونكون خفيفة ظريفة عليكم. ما تنساونيش من التعليق ديالكم، وإلى اللقاء إلى فيديو جاي إن شاء الله.